تعالى اقول لك احصائيات الكابتن حسام حسن مع المنتخب المصري بعد توليه منصب المدير الفني للمنتخب المصري بتاريخ 6 فبراير عام 2024. كان حسام حسن كان اخر تدريب له مع المنتخبات كان مع المنتخب الاردن الذي تولى قيادته سنة 2013 حتى 2014. خاض مع المنتخب الاردني 11 مباراة، فاز في 4 مباريات وتعادل في 5 مباريات وانهزم في مباراتين. تولى حسام حسن منتخب مصر في 6 فبراير عام 2024. كابتن حسام حسن خاض مع المنتخب المصري 18 مباراة رسمية وودية، منهم 14 مباراة رسمية، فاز في 10 مباريات وتعادل في 4 مباريات. دي بالنسبة للمباريات الرسمية. أما بالنسبة للمباراة الودية لعب 4 مباريات، فاز في مباراتين، منها مباراة خلصت بضربات الترجيحية وانهزم في مباراتين. لعب أول مباراة مع المنتخب المصري كان ضد منتخب نيوزيلندا، ودي كانت مباراة ودية. فاز المنتخب المصري بهدف مصطفى محمد من ركلة جزاء. بعد كده لعب منتخب مصر لعب مع كرواتيا وكانت برضه مباراة ودية وكانت في الإمارات، وساعتها مصر اتهزمت بنتيجة كبيرة 4-2 لكرواتيا. ساعتها اللي جاب الهدفين لمنتخب مصر كان رامي ربيعة ومحمد عبد المنعم. بعد كده لعبنا تصفيات كأس العالم، مباراة في القاهرة قابلنا بوركينا فاسو، وساعتها منتخب مصر فاز 2-1. جاب الهدفين منتخب مصر كان محمود حسن تريزيجيه. بعد كده لعبنا مع غينيا بيساو برضه، بس في غينيا بيساو برضه في تصفيات كأس العالم، ساعتها تعادلنا 1-1، وساعتها محمد صلاح اللي جاب هدف المنتخب المصري. بعد كده لعبنا في تصفيات أفريقيا، وكان مباراة مع كاب فيردي اللي هي الرأس الأخضر، وساعتها مصر فازت في القاهرة 3-0، كان بهدف رامي ربيعة وعمر مرموش وكان إبراهيم عادل. بعد كده لعبنا برضه في نفس التصفيات أفريقيا بوتسوانا، على أرض بوتسوانا فزنا 4-0، ساعتها تريزيجيه جاب هدفين ومحمد صلاح جاب هدف ومصطفى فتحي جاب هدف. بعد كده مصر لعبت موريتانيا في القاهرة، فزنا ساعتها 2-0، كان في برضه أفريقيا اللي جاب الأهداف تريزيجيه ومحمد صلاح. بعد كده لعبنا مباراة الإياب أمام موريتانيا، في موريتانيا فزنا 1-0 بهدف إبراهيم عادل. بعد قابلنا قابلنا كام فيردي، المباراة الإياب هناك في كام فيردي، وساعتها منتخب مصر تعادل مع كام فيردي 1-1، ساعتها اللي جاب الهدف منتخب مصر كان محمد طاهر. كل ده في أفريقيا. بعد كده لعبنا مباراة أخيرة في أفريقيا، كانت أمام بتسوانا في القاهرة وتعادلنا 1-1، ساعتها عمر مرموش اللي جاب هدف منتخب مصر. بعد كده دخلنا تصفيات كأس العالم، قابلنا أثيوبيا في أثيوبيا وفزنا ساعتها 2-0 على أرض أثيوبيا، وكان ساعتها اللي جاب الأهداف محمد صلاح وأحمد سيد زيزو. بعد كده لعبنا مع منتخب سيراليون في القاهرة وفزنا 1-0 بهدف أحمد سيد زيزو. وبعد كده لعبنا في نفس تصفيات كأس العالم، لعبنا أثيوبيا مباراة الإياب، لعبناها في القاهرة وفزنا 2-0 بهدف محمد صلاح من ركلة جزاء وعمر مرموش برضو من ركلة جزاء. بعد كده قابلنا بوركينا فاسو في بوركينا فاسو وتعادلنا 0-0. بعد كده لعبنا ماتش مع تصفيات كأس العالم مع جيبوتي وفزنا 3-0 في القاهرة، كان بهدف إبراهيم عادل وهدفين لمحمد صلاح. وبعد كده لعبنا مباراة مع غينيا بيساو في القاهرة وفزنا 1-0 بهدف محمد حمدي برأسية، هدف لا ينسى. بعد كده خلصت تصفيات كأس العالم وصعدنا تصفيات لكأس العالم 2026. بعد كده قلنا هنلعب مباراة ودية عشان طبعا أفريقيا اللي هتلعب في شهر 12. عملوا بطولة في الإمارات في العين الإماراتي، وكان على بطولة كان قابلنا ساعتها أوزبكستان، وكان النتيجة 2-0 لأوزبكستان، ودي كانت الصدمة لناس كتيرة في مصر، كان 2-0 وكانت المباراة كانت صعبة جدا. بعد كده لعبنا على المركز الثالث والرابع، قابلنا كام فيردي تعادلنا معاها 1-1 ولعبنا بعد كده ضربات ترجيح
وساعتها مصطفى شوبير تألق في ضربات الترجيح، وساعتها اللي جاب هدف التعادل لمصر كان عمر مرموش. دي احصائيات كابتن حسام حسن مع المنتخب المصري خلال المسيرة دي. لو لاحظنا في المسيرة دي اللي منتخب مصر ما قابلش ولا فريق قوي، والفريق القوي هو كان كرواتيا. الفريقين القويين اللي قابلناهم كانت كرواتيا واوزبكستان، وبرضه اوزبكستان تعتبر في تصنيفنا فما نعتبرهاش قوية او شبه قوية، وتهزمنا برضه من كرواتيا 4-2، وتهزمنا من اوزبكستان 2-0. يعني كده النتائج على اللي بيتم مع المنتخب المصري، اللي هو المنتخب المصري لحد الآن ما ثبتش وجوده. صعدنا كاس العالم، وصعدنا افريقيا برضه هنتكلم. كام فيردي صعدت كاس العالم، الفريق اللي ما عندوش نجوم زي منتخب مصر وصعدت. فاحنا دي احصائيات حسام حسن. لو عجبك الفيديو دوس لايك واشترك في القناه ليوصل لك كل جديد.